أهلا وسهلا أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة لانفيرميير سناء. كيف عاملين؟ نتمنىكم إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد ومهم بزاف، واحد الموضوع اللي كيخصكم وكيهمكم في هذه الفترة هذه. اليوم غادي نهضروا إن شاء الله على الشفوي، كيفاش ندوزوه. على بركة الله وجدوا ورقة وستيلو وكتبوا معايا هادشي اللي غادي نقول لكم، باش تكتبوا إيطاب باغ إيطاب، وهكا ما غادي تنسى لكم حتى شي مرحلة. أول حاجة غادي نبداو بها هي الهندام، يعني اللباس بالنسبة للبنات ما تطولوش الضفار. هذه أول حاجة. الضفار ممنوع تطولوهم وما تصبغوهمش، يعني تقطعوهم ما يكونوش باينين كاع الضفار، يكون الضفار ديالكم نقيين عاديين مقطعين ما مصبوغين ما والو، حيت الضفار هما اللي كيجمعوا لنا الميكروبات وكيجمعوا لنا لي جيرم. يقدروا هذيك النقطة ديال الضفار يشدوكم منها، يقول لك انتينا غتخدمي في مثلا في هذا الدومين ديال الصحة، خص الضفار ما يكونوش نهائيا، يكونوا مقطعين ديما. وانت اذا كنشوفوك صابغه الصباغه، واش هادشي دايره غير حيت عندك شفاوي، ولا غادي تبقاي هكا ولا هادي، فهمتي؟ وغادي نرفزوكم شويه بهذا السؤال. من الاحسن من الاول ما تمشيوش دايرين الضفار، قطعوهم. وبالنسبه للباس ما تلبسوش اللباس اللي معري بزاف، يعني هادشي بالنسبه للبنات. الاخوانيات ما تلبسوش الليقات في يديكم، خص يديكم يبانوا، يعني واخا كتلبسوا ديك اللباس ديال الخمار والنقاب وداك الشيء، اليدين خصهم يظهروا. بالنسبه للدراري واخا يكونوا اخوانيين ما تلبسوش الجلابه. من بعد شفاوي خذوا راحتكم، يعني غير داك النهار الشفاوي ديروا احتياطاتكم، حيتاش حتى الاساتذه كل واحد منين ما جي، يعني من اي بيئه، وكل واحد كيفاش كيفكر. كاين اللي غادي يتقبلك وكاين اللي ما غاديش يتقبلك. والبنات كذلك ما ديروش المكياج بزاف والشعر مطلوق. لا يقدر شي استاذ يشد لك في غير في ديك النقطه ديال الشعر، يقول لك شعرك مطلوق، ومثلا ايوا انت باغا تداوي المريض ولا باغيه تبقاي ملهيه مع شعرك منين تخدمي، فهمتي؟ يعني حيت الشعر حتى هو كيجمع الجراثيم وكيجمع لنا حتى هو الميكروبات. يعني بالنسبه للهندام حاجه، هي دي حاجه بسيطه غادي ديروها. يعني من الاحسن الانسان يلبس عادي، اللباس مقاد يكون نقي، شي يقد راسو شي شويه، يعني بدون مبالغه. ضروري الانسان ينقي ضفارو، لا البنات ولا الدراري، حتى نتوما خصكم تقطعوا الضفار، واللباس يكون عادي. بالنسبه للدراري هكا قميجه وسروال، ولا شي شوميز هكا يديها قصار، المهم بحال هكا اللباس بسيط. والبنات كذلك عاود ما ديروش ديك العرا بزاف والمكياج بزاف، حيت هما ما كياخدوش على هذا الشيء. هاد المباراة ديال التمريض بالعكس، خص الهندام ديالك يكون محترم، وتكوني بواحد الهيئة اللي يعني باغا تخدمي، ما تبيني لهمش بانك ملاهيه مع راسك وصاف. ابخي اللبس فيريفي الدوسي ديالك، وراقيك ما نقصهم والو، شوفي الغولوفي نوت واش مقاد، البكالوريا واش مقاده، لي فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال واش هي هذيك. يعني ضروري الدوسي ديالك يكون مكمول باش ما تنساوش شي حاجه. منين توصل البلاصه فين غادي تدوزو الكونكور وصلت نوبتك، يعني النوبه ديالك وصلت، خصك ضروري تدق الباب، يعني يسمعوا داك الاستئذان ضروري، ما تخليش وصافي غير واخا تكون الباب محلوله وخرج شي كونديدا قبل منك، انتينا داخله ولا نتايا داخل، دق الباب، ضروري الاستئذان. ملي تدخل بقى واقف، ما تجلسوش. هما غادي يقول لك، غادي يكونوا ثلاثه ديال الاساتذه ولا اربعه، المهم بقى واقف حتى يقول لك جلس، عاد جلس. اعطيوهم الوثائق، اعطيوهم الوثائق ديالكم وجلسوا، ما تبينوش بانكم مخلوعين ولا كترعدوا. اعطيو الوثائق ديالكم، جلسوا. في داك اللحظه هو كيقول لك بريزونتيفو، يعني قدم لينا راسك، فهمتي؟ في هذه اللحظه كيوقع لك بحال الاستفزاز، حيت هما في ديك اللحظه بالضبط اللي كتكون انت مقاتل باش تبريزونتي راسك، وهما ما كيتسوقولكش، كيقدو يهضروا بيناتهم، يقدو يبانوا بحال مشغولين بداك الوراق ديالك اللي عطيتي لهم بداك الدوسي. يعني هما في هذه اللحظه ماشي حيتاش ما مسوقين لكش، ولكن بحال اللي نقولوا كيبغيو يقيسوا درجه التحمل ديالك اولا الصبر عندك، كيستريسيوك بالعاني باش يشوفوك كيفاش غادي تتصرف. يعني اذا كان شي واحد نيرفو وكيتعصب، حاول يتحكم في اعصابه، حيت مثلا الا قلتي ايوا استاذ انا كنجاوب وما كتسوقوليش من هاديك غادي يشدوك. يعني الا قلتي لهم استاذ ما يمكنش، انا طرحتوا عليا سؤال وانا كنجاوبكم وانتم كتبانوا لي بحال مشغولين، واش نستناكم حتى تكملوا عاد نهضر ولا شي حاجه. يعني من هاد النقطه غادي يشدوك ويقولوا لك باي باي، حيت انت داخل لواحد الدومين ما نافعش فيه العصبيه نهائيا. يتلقاو يعني يتلقى يعني خصك ضروري تكون كتصبر،
ضروري كتصبر، حيتاش انت الا كنتي ما كتصبرش ودغيا كتنيرفا يقول لك يلاه بادي، باقي ما عشتيش ستريس ديال السيرفيس، باقي ما عشتيش مع لي مالاد، باقي ما شتي والو، باقي ما خدمتيش الليل وانت هكا مزروب، ما صالحش لهاد الدومين، غادي يقولوا لك صافي بسلامه. يعني بريزونتي راسك، بريزونتي وخليهم يديروا اللي بغاو يسمعوك يسمعوا، ما بغاوش يسمعوا خليهم على خاطرهم، انت كمل بريزونطاسيون. غادي ندير معكم واحد النوع ديال بريزونطاسيون اللي هي قصيره، كتبوها تقدروا تعتمدوها. يعني هما هادشي اللي قلت لكم معلومات اللي مفروض انكم تقولوهم، ضروري هادو خصكم تقولوا هاد المعلومات. لقيتوا شي حاجه ما حسن ديروها حتى هي. مثلا كتقول جو مابيل سناء كدا كدا شي، يعني نتوما غتقولوا الاسم الكامل ديالكم. جي 19 عندي 19 سنه، جابت مثلا كازابلانكا، فين كنسكن، اوريجين دو تيتوان، فين منين الاصل ديالك من بلاصه. جي اوبتوني مون بكالوريا اون سيونس دو في اي دو لا تير، ولا سيونس فيزيك، ولا يعني على حسب الشعبه اللي واخدين فيها الباك، افيك مونسيون بيان او اسي بيان. وصافي هادشي اللي مفروض تقولوا، الاسم، البلاصه، السن والبلاصه فين خلقيتو، والاصل ديالكم منين، والبكالوريا ديالكم من شعبه، وزائد المونسيون من نوع ديال المونسيون، واش بيان ولا اسي بيان. صافي هادشي اللي مطلوب منكم. ومن بعد كيسولوك السؤال الثاني بالفرنسي، حيت من بعد اغلبيه الاسئله كتكون بالعربيه. السؤال الثاني pourquoi tu choisis cette filière exactement et n'est pas autre، يعني علاش اختاريتي بالضبط هاد الشعبه وما اختاريتيش شي وحده اخرى. هنا خصكم تكونوا ذكيين، عندكم تقولوا مثلا كان الحلم ديالي ندفع الميدسين ولا لانستيزي، ولكن النقطه ديالي ما كانتش كافيه وداك الشيء علاش درت بوليفالون. فيت اتونسيون لهاد النقطه ومن هاد النوع ديال الاجوبه، حيت راه اصلا من بين لي بروف اللي كيسولوكم كيكونوا لي بوليفالونت. مثلا حنا كنهضروا دابا مثلا على بوليفالونت، كيكونوا عاوده على حساب لي ساج فام، كيكونوا بينهم حتى لي ساج فام. مثلا انت قلتي انا اخترت هذه الشعبه مثلا بوليفالون حيتاش النقطه ديالي ما مكنتنيش انني ندير لانستيزي. ومن بين لي بروف اللي كيكونوا سولوك كيكونوا لي بوليفالونت، واللي كيكونوا غادي يقريوكم اصلا. وداك التنقيص اللي كديرو انت يعني بلا ما تحس كتنقص من داك الشعبه، حتى هما كيصدروك، كيقولوا حتى حنا ما راضيينش بك، فهمتي؟ يعني انت ما رضيتيش بينا، حتى حنا ما راضيينش بك اننا نقريوك هاد بوليفالون. فهمتوا؟ يعني شي حاجات اللي كيبانوا لكم عاديين يصدقوا يقسيوكم كاع. المهم ردوا البال. قالوا مثلا لي بوليفالونت، علاش اختاريتي هاد الشعبه بالضبط؟ قولوا باسكو سي اون ميتي كي نوبل اي هومان، اوسي كو جيم بوكو تو سكي اون كونتاكت ديريكت افيك لو باسيون. يعني هكا كتقولوا مثلا هذه واحد المهنه شريفه وانسانيه، وانا كنحب اي حاجه عندها علاقه مباشره مع المريض، وكنحب نساعد المرضى. بالنسبه هذه البوليفالونت انا غنحاول نعطيكم اجوبه على حسب لي فيليير اللي كاينين. بالنسبه للبوليفالونت كتقولوا مثلا j'ai choisi cette filière parce que c'est une métier qui est noble et humain, aussi que j'aime beaucoup tout ce qui est en direct avec et contact, tout ce qui est en contact direct avec le patient بحال هكا. وبالنسبه للبيدياتري ولا الدراري الصغار قولوا j'ai choisi cette filière parce que j'aime beaucoup le contact avec les enfants et tracer le sourire sur leur visage. كيعجبني مثلا اي حاجه عندها علاقه مع الاطفال، وكيعجبني نرسم الابتسامه على وجه الاطفال، حيتاش اي حاجه خصكم تفكروها هي المصلحه ديال المريض. انا قلتها لكم في واحد لا فيديو، قلت لكم اي سؤال انطلقوا من مصلحه المريض في الجواب عاد وصلوا لعندكم. بالنسبه للناس اللي دايرين مثلا تكنيسيان دو لا راديولوجي، علاش اختاريتوا هاد الشعبه؟ قولوا مثلا personnellement j'aime tout ce qui est en relation avec les machines et travailler dans un milieu comme scanner TDM, et j'aime beaucoup la matière de physique. يعني كتقولوا لهم مثلا انا كيعجبني نخدم في واحد البلاصه اللي فيها لي ماشين بحال سكانير و تي دي ام، واصلا وكتعجبني الماده ديال الفيزياء. ضروري تذكروا هذه النقطه حيت كتخدموا بزاف بالفيزيك، ضروري تقولوا بانكم كتعجبكم الماده ديال الفيزياء. وكيعجبك مثلا لو كونتاكت ديريكت افيك لي ماشين اي جو مو سون بور ايدي لي سو بيرسون سوفرون. يعني كيعجبني نعاون الناس اللي كيعانيو بشي مرض ولا شي حاجه، يعني ديما المصلحه ديال المريض انا قلتها لكم، والكونتاكت افيك المريض ديما ذكروها. وبالنسبه للابوغاتوار قولوا j'ai choisi cette filière parce que j'aime les analyses et les bilans et j'aime beaucoup la matière de l'SVT.
دو سيونس دو في اي دو لا تيغ، يعني نقولوا كيعجبنا اي حاجه عندها علاقه بالتحليلات وبالمختبر، وكتعجبنا الماده ديال العلوم الحياه والارض، حتى هي ضروري تذكروها، لانكم كتذكروا كتخدموا بالمواد ديال اس في تي كتقراوهم. وبالنسبه للبسيكياتري ولا علم النفس كتقولوا جي شوازي سات فيليير باسكو جيم تو سكي بسيشيك اي تو سكي اكسترن، يعني ما كتخدموش سور لو بلان فيزيك، مثلا بونسمون ديال شي جرحى ولا يعني بسيشيك كتخدموا غير بالعقل، كتسولوا المريض ولا لا فامي ديالو، كتسولوه مناش كيعاني وهما كيعاودوا لك يقولوا لكم شنو كاين، فهمتي؟ يعني ديما نتوما حاولوا تذكروا المصلحه ديال المريض، هذيك هي اللي غادي تبين لكم الجواب. وبالنسبه للناس ديال لي زورجونس راه بحالهم بحال لي بوليفالونت، كاين فرق واحد هو في السرعه، يعني الفرق اللي كاين في الجواب كتقول جي شوازي سات فيليير باسكو جيم لا رابيديتي اي لاكسيليراسيون، حيت نتوما عارفين لي زورجونس يعني خاصكم الزربه، و اي لو ترافاي اون كونتاكت ديريكت افيك لو باسيون. مهم هاد جوج اسئله ما منهمش هروب، ديما كيتعاودوا ديما كيتحطوا بفرنسي وجوابهم سهل يعني بالفرنسي. السؤال الثالث هو كي فوز انكوراجي ا شوازير سات فيليير، يعني شكون اللي شجعك دير هاد الدومين هذا، واش ماماك ولا باباك ولا شكون ولا لي زامي، شي واحد من لي زامي ديالك ولا شي واحد من الاخوان ديالك، مثلا قلتي مثلا الوالد، انا مثلا الوالد ديالي هو اللي شجعني، كيسولوك فاش خدام مثلا داك الوالد ديالك، الا قلتي لهم مثلا في المجال الطبي في المجال الصحه كيبقاو يسولوك على شنو داير وفين خدام وش من بغونش اللي داير، فهمتي؟ وهكا نتوما كتجاوبوا كتزيدوا كتحيدوا ستريس، يعني نتوما كونوا ذكيين في الاجوبه ديالكم، حاولوا تخرجوهم شويه اللي عندكم، خرجوهم من داك السؤال لحياتكم الشخصيه، مثلا قالوا لكم علاش درتي مثلا لي زورجونس ولا شي حاجه، كتقولوا مثلا انا جيم بوكو لا رابيديتي اي لاكسيليراسيون، من غير الدومين ديال انني كيعجبني نعاون لي مالاد، حتى انا في الدومين ديالي ديال السبور مثلا كندير السبور، يعني اي حاجه فيها السرعه ولا هذيك كتعجبني، هما غادي يبداو يدخلوا معاك شويه في داك السبور، شي من رياضه كتمارس وفين كتريني وفين هذه فين هذه، يعني هما بداهم كينساقوا معاك، اون فوا كتحل معاهم واحد النقاش كيعرفوك بانك يعني ماشي يعني كتحل واحد النقاش، يعني انت سلس في النقاشات، ديك الساعه صافي كيبداو ينقصوا عليك الاسئله، فهمتوا؟ هكاك مثلا سولوك شكون اللي شجعك، كتقول لهم مثلا الوالد ديالي ولا الاخت ديالي ولا صديق ولا شي حاجه، كيبداو يسولوك هما فاش خدام، نتوما كتشرحوا لهم، وهكا حتى نتوما كتبداو تولفوا ديك الاسئله وداك الطابع، هذاك الطابع ديال الشفوي، ما كيبقاش ديك ستريس وديك هذيك الحساب بزاف، بحال نقولوا ما بين الطالب والاستاذ. السؤال اخر كيقولوا لكم كيسكو تي في ابري لو باك، بالنسبه مثلا للناس اللي شدوا الباك وقراو شي حاجه بحال لي فيستي ولا داروا ليستيا ولا شي حاجه، وهذا العام عاد تقبلوا، كيسولوكم شنو درتوا، هنا كتعاودوا على حياتكم في لافاك ولا في داك السونتر ولا شي حاجه، شنو درتوا في داك السونتر، كتعاودوا ليهم شنو قريتوا. بالنسبه لسؤال اخر هو كيقولوا لكم كيسكو تي بريفير l'affectation dans le milieu rural ou bien le milieu urbain، هذه هي لا كيستيون بياج، هنا فين كيصيدوكم، شنو قالوا لك اشنو كتفضل، واش تخدم في المجال الحضاري ولا القروي، نتوما قولوا حنا ما عندناش حتى شي مشكل، سواء نخدموا في الباديه سواء في المدينه، اهم حاجه عندي هي نعاون المريض ونأدي خدمتي على اكمل وجه، لان لا قلتي كيعجبني نخدم في المدينه هنا غادي يعرفوك سوقك خاوي، غادي يقول لك هذا ماشي ديال الازمات ولا هذا الممرض هذا خصو غير الفشوش، خصو يخدم في الوسط المدينه الملاهي وهذه ما صالحش الباديه، دونك ما غاديش نغامروا ندرسوه، نشوفوا شي واحد اخر اللي عنده ديك روح المغامره وهذه اللي يقدر يمشي لنا لاي بلاصه يخدم، فهمتي؟ حيت هما هادو اصلا ما غاديش يخدموكم، ما غاديش يوصلوكم حتى شي بلاصه، كيدوزوكم الشفاوي وكيقريوكم، من بعد راه على حسب لا نوت ديالكم تما فين كتفرقوا فين غادي تخدموا، يعني نتوما كتقولوا خصني نخدم انا ما عنديش مشكل، جي اوكان بروبليم اي اوكين دو سوسي، سوا لوربان سوا لو رورال، لامبورطون سي ديدي لو مالاد، صافي نقطه، ما تزيدوش اكثر من هكا. بوركوا السؤال تاع الاخر كيقول لكم بوركوا اون فا ليسي تو سو موند اي اون فا تي شوازي، يعني علاش غادي نخليو هاد الناس كاملين ونختاروك انت بالضبط، انت قول غادي تختاروني مثلا حيت بونكتويال، يعني كنضبط مع الوقت، اي جو ريسبكت لي جون اي سيريو، يعني كنحترم الناس وانا جدي في الخدمه ديالي،
يعني ما كنتهاونش ومجتهد، يعني كل مره كنحاول نتعلم كل حاجه جديده. غادي يقول لك مثلا انت مثلا جاوبتينا بالعربيه عندك نيفو ناقص في الفرنسي، واش عارف راسك بانك غادي تقرا بالفرنسي؟ كتقول لهم وي راني عارف غادي نقرا بالفرنسي، وموجد واحد البرنامج انني غادي نتبعوه باش ناميليوري لا لونغ فرونسيز ديالي. يعني غادي نحاول نزيد نعرف كيفاش نهضر بالفرنسي وكيفاش نقرا بالفرنسي. يعني بين لهم بانك غادي تجتهد في حتى في المجال ديال اللغه ديالك، ما غاديش تجتهد غير في المجال العمل وصافي. والسؤال اخر كيقولوا لكم مثلا شنو هما لي بوين فيبل ولا النقاط السلبيه اللي عندك. ما تقولش في النقاط السلبيه اللي عندي انا نيرفو عصبي. يعني هذه صافي كتحكم على راسك انك ما غاديش تقبل. العصبيه نساوها، وخا تكونوا فعلا عصبيين خدموا على راسكم في هذه النقطه هذه لان ما غاديش تصلح لكم. وما تقولوهاش، ما تقولوش نيرفو يعني عصبي ولا شي حاجه. قولوا مثلا ستريكت، انا جدي ولا في الخدمه ديالي عندي نيشان وصارم، ما عنديش مثلا تفليه ولا هذيك. انا ستريكت، هذه النقطه اللي فيا ما مزياناش. يجي في بوكو دو كونفيونس، يعني كندير ثقه في كل شيء وكنثق في اي واحد، فهمتي؟ يعني اي واحد غادي يقدر يخدم معايا غادي نثق فيه، ما عنديش زعما ديك العقد انني ما نثقش في شي حد ولا بحال هكا. يعني نقاط سلبيه وفي نفس الوقت هما مزيانين، بحال هاد النقاط اللي تقلبوا عليهم. وان شاء الله نكون خديت لكم اون جينيرال شنو كيتحط. غالبا ما كيتحطوش شي حاجه اكثر من هذا الشيء. اذا تحط شي سؤال كيتحط سؤال داخل الحاجه اللي دخلتوها نتوما في الحياه ديالكم الشخصيه، مثلا فين قريتو ولا من دومين اللي كيعجبكم اخر من غير الصحه ولا الهوايات ديالكم ولا. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وبون كوراج. الى فيديو اخر ان شاء الله.